السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم. ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا مادة في غاية الأهمية، مادة طبيعية. المادة الطبيعية قبل ما أتكلم عن مكوناتها هتكلم عن فوائدها، بس هتكلم عن فوائدها في تجربة شخصية أنا مريت بيها شخصيا. سنة أواخر الثمانينات 1988 89 كنت يعني لسه دكتور صغنطوط كده. المهم كنت فاتح عيادة في إحدى قرى وجه بحر. كان في طفل اسمه محمد، تذكروا؟ الطفل ده كان عنده حوالي سنتين ونص أو 3 سنين في الحدود دي كده. الطفل ده يا جماعة كان عنده عيب خلقي في العمود الفقري، فما كانش بيقدر يمشي، فكان المشي بتاعه عبارة عن زحف على الإلية بتاعته. طبعا تكرار مشيه على الإلية بتاعته عمل عنده ايه؟ عمل عنده قرحة، مش قرحة بقى عادية، لا، عارفين هنقول علبة الزبادي مثلا ولا حاجة، علبة الزبادي متساوية اهي، وبعد كده رحنا حاطين المعلقة فيها بالظبط كده. كانت ايه؟ إحدى إليتين، الإلية متساوية خالص، وبعد كده الايه؟ القرحة موجودة فيها، عبارة عن حفرة يعني هقول لكم ايه، حوالي مثلا عمق مش اقل من 3 سم على الاقل يعني. انا فاكر الحالة دي كويس جدا يعني. اما الاتساع بتاعها فهنقول الاتساع بتاعها واخد تقريبا نص الإلية بتاعته. جت والدته قالت لي يا دكتور احنا نزلنا القاهرة ورحنا لجراح تجميل. قال لي انا بكلمكم على اواخر الثمانينات، يعني هناك فرق في السعر طبعا يعني. قال لي انا عايز 4000 جنيه عشان اعمل له عمليه تجميل، هيشيل حته من عنده ويحطها ايه ويرقع، عمليه ترقيع يعني. فطبعا معناش المبلغ ده، فيعني ناس قالوا لنا نيجي لحضرتك وكده. قلت لهم طيب ان شاء الله مش هنحتاج لا عمليات تجميل ولا اي حاجه خالص، بس انتوا تساعدوني في الاتي. احنا هنغير له كل يوم، بس تجيبوا لي الماده دي اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها، اللي انتوا هتقولوها بعد شويه، بس هتجيبوها لي بقى ايه، فرز اول طبيعي وليست مغشوشه يعني. المهم يومين 3 كده وقدروا يعطروا فيها في برطمان، نص برطمان كده منها، وبدات اغير له. سبحان الله فعلا يعني الواحد طبعا ما كانش فيه ساعتها موبايلات، ولو كان الواحد صور او جه في دماغه ان هو يصورها قبل وبعد والحاجات دي كلها، كانت ممكن دخلت الحاجات دي، ممكن موسوعه جينيس والحاجات دي كلها. كل يوم اغير له. الجرح بدأ يستجيب، يعني يستجيب في الاول ببطء طبعا، وبعد كده استجابه. شوفوا سبحان الله، اليوم اللي يخلص فيه المادة دي تخلص في البرطمان يعني، ولسه ما جابوش زيها، وأغير له بمراهم عادية. تاني يوم بعد الغيار بالمراهم العادية اللي هي مضادات حيوية وحاجات عشان التئام الجرح، كان الجرح يتملى صديد. سبحان الله، صديد بمعنى كلمة صديد. اما تيجي الماده دي وابدا انضف له الاول بمحلول ملح، وبعد كده احط له الماده دي واروح حاطط عليها شاش فازلين، ويبدا يغير. تاني يوم يجي ولا كأن في حاجه. سبحان الله، لان الماده دي الكائنات البكتيريا والفيروسات والحاجات دي كلها ما بتنموش فيها. سبحان الله، يعني لا تنمو فيها، انما ممكن تنمو في المضادات الحيويه، لان هي ما بتموتش بنسبه 100%، بتموت مثلا بنسبه 70 او 80%، فال 30% الباقيين ممكن تنمو فيهم البكتيريا. عشان كده لما كنت بغير له بيه المراهم والكريمات كان تيجي تاني يوم في صديد، اغير له بالماده دي ما يبقاش فيه صديد خالص على الاطلاق. بالظبط المدة حوالي 4 أو 5 شهور، وبعد كده الجرح التئم تماما، يعني حاجة معجزة من عند ربنا سبحانه وتعالى.
طبعا المادة انتوا كلكم عارفينها اللي هو عسل النحل. عسل النحل. يبقى دي أول حاجة بالنسبة للجرح، ومش أي جرح يا جماعة، ده جرح أما تشوفوه تقولوا مستحيل. يعني لما راح لدكتور اسم كبير وقتها يعني الله يرحمه إذا كان توفى أو يعني مسيه بالخير لو كان عايش، قال لهم جراحة ترقيع يعني عملية تجميل، ما فكرش في حاجة غير كده يعني. والعبد لله الحمد لله، وبإرادة ربنا سبحانه وتعالى وثقة في الله وفي قدرة ربنا سبحانه وتعالى وثقة في المادة اللي ربنا سبحانه وتعالى عسل النحل، والتئم الجرح تماما خلال من 4 ل 5 شهور. آخر غيار غيرته له كنت تاني يوم مسافر بره جمهورية مصر العربية. في هذه الأثناء حالة تانية حرق. كان شاب بقى كبير شوية في حدود 17 18 ساعة فاكر سنة وقتها، وكان بيشتغل ميكانيكي او حاجه زي كده. المهم وقع على رجله يعني ميه نار او ماده حرقه، فكانت رجله جامد جدا، وبرده تم الغيار ليها. وطبعا المده كانت اقل شويه لان الحرق كان من الدرجه الاولى بالثانيه في منطقه الرجل، وتم الغيار ليها بالاول بمحلول الملح وبعد كده بالعسل ونغطي عليه بالشاش اللي هو الفازلين، والتئم الحريق تماما وطلع جلده زي الاول ونفس اللون بالظبط بالنسبه للجلد الطبيعي. ده عسل النحل بمنتهى البساطه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه لنا. فاتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. يعني انقى انواع العسل يا جماعه لازم يكون عسل صافي جميل كويس. طيب دلوقتي نبدا نتكلم على العلماء بقى ما بداوا يحللوا عسل النحل بقى اللي مذكور في القران ده، بداوا يحللوه كماده. لقوا ايه مكونات العسل او ايه العناصر والفيتامينات اللي هي الموجوده في العسل. لقوا طبعا في معادن طبيعيه وفيتامينات لا حدود لها. زي ايه مثلا؟ بيحتوي على الكالسيوم، بيحتوي على النحاس، بيحتوي على الحديد، بيحتوي على المغنيسيوم، بيحتوي على المنجنيز، بيحتوي على البوتاسيوم، بيحتوي على الفوسفور، بيحتوي على الصوديوم، بيحتوي على الزنك. يعني كل دي عناصر اللي على الاقل يعني اللي هي موجوده في عسل النحل. كمان يا جماعه عسل النحل بيحتوي على ماده اسمها الفيتامين طبعا ب 6، بيحتوي على ماده اسمها نيامين وماده اسمها نياسين وبعض الاحماض الامينيه. احنا قلنا قبل كده ان ما كنت بغير له بالعسل فما كانش بيجي فيه خالص صديد ولا اي حاجه اطلاقا، يعني عكس المراهم والكريمات كان تاني يوم على طول يحصل فيها ايه صديد. ليه بقى؟ لان العسل الحمد لله دي يعني نعمه من ربنا سبحانه وتعالى، ما بتنموش فيه زي ما قلنا الكائنات الحيه اللي ايه الدقيقه زي البكتيريا. عشان كده ايه ممكن طبعا زي ما احنا عارفين ان العسل نقدر نخزنه فترات طويله. يعني العسل من المواد اللي انت ممكن حضرتك تخزنها لمده سنه واثنين وثلاثه من غير اي لا هيحمض ولا هيبوظ ولا هيفسد ولا هيجي عليه اي تغيير في الطعم او في التذوق او في المذاق او في الفايده كمان. طبعا استعمالات العسل عن تجربه شخصيه اللي انا استعملتها في الجروح وفي الحروق، طبعا بيستعمل كلنا بنستعمله في حالات مثلا البرد وفي السعال. طبعا ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال الشفاء في ثلاثة، منه ايه؟ شربة عسل. فإذابة ان احنا ندوب معلقة عسل مثلا في قليل من المية، ربع كوباية نص كوباية، ويدوبه كويس اللي هو بيسموه شربة العسل، مش زي ما هو سك كده نشربه يعني اللي هو ايه العسل. في طبعا في حالات السعال وفي نزلات البرد وفي حالات الاسهال وفي حالات الامساك برضو ذات نفسها يعني. ده اللي هو شرب العسل. اتعملت ابحاث في امريكا على 5000 متطوع، ناس ادوهم عسل زي ما هو وناس ادوهم شربة العسل.
اللي خدوا شربة العسل لقوا الامتصاص الاثنين جابوا نفس النتيجة، بس الامتصاص بتاع شربة الاثنين جابوا نفس النتيجة لأنه طبعا العسل هو العسل، بس السرعة كانت في اللي شربوا العسل مشروب اللي هو مذاب في المية. سرعة الامتصاص بتاعته كانت بالنسبة للمجموعة اللي هي خدت العسل مشروب مذاب في مية أكتر سرعة في الامتصاص من اللي خدوا العسل اللي هو السك. مثلا عندنا في حالات الإسهال مش بيمنع الإسهال بس بيقلل المدة والحدة بتاعته، يعني بيقلل مدته وحدته. الإسهال بيقعد 3 أيام 4 أيام مع المريض، فطبعا بيقلل المدة بتاعته، ممكن توصل لنص المدة دي أو تلت المدة دي كمان. حموضة بتاعت المعدة الإسهال العسل برضو طبعا الحمد لله من الحاجات اللي هي بتمنع حموضة المعدة. ضغط الدم من العسل برضو من الحاجات اللي هي المواد اللي هي بتقلل ضغط الدم. طيب العسل استعمله في اي عمر؟ هو من بعد سن سنة الى ما شاء الله، بعد سن سنة الى ما شاء الله بستعمل ايه؟ العسل النحل. دي نبذة حبيت اقولها لكم عن تجربة شخصية وفوائد العسل النحل الكتير، وخاصة ان هو الايام اللي احنا موجودين فيها دي في نوعية اللي هو عسل البرسيم، وفي نوعيات طبعا اخرى كتيرة جدا. اشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله في موضوع غذائي جديد. الى اللقاء في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.